وحدة الإدراج عندنا في أركان بتكون بسنتر لوك أو قفل مركزي، يعني بيقفل الثلاث إدراج مع بعض، مش درج واحد ولا درجين، يعني الثلاثة بيقفلوا مع بعض. لو بتفرش شركتك أو بتجدد فرش شركتك، في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الكراسي بأنواعها سواء كانت شبك أو جلد، وتقدر ترجع لصفحتنا على الفيسبوك هتلاقي عليها ريفيوهات الكراسي كلها. وعشان مكتب المدير بيكون الماستر بيس في اي شركة وبيكون زي واجهة الشركة قدام اي عميل، ده هيكون اول فيديو في ريفيوهات مكاتب المدير. هقولك في الفيديو ده على شوية تفاصيل بنهتم بيها جدا في أركان واحنا بنصمم او بننفذ مكتب المدير. اول حاجه هكلمك فيها هي نوع الخشب. احنا في أركان بنستخدم MDF اسباني، وده بيكون من انسب الماتيريالز اللي ممكن نستخدمها في مكاتب المدير من حيث الالوان والاسعار وقيمه مقابل سعر. مكتب المدير بيتكون من قرصه ورجل وستاره والسايد. يعني مثلا قرصه المكتب لما بتكون تخانتها 5 سم، ده معناه ان المسطح كله هيكون 5 سم، لان للاسف في بعض الناس بتعمل المسطح ده من بره بس 5 سم، يعني لما تشوفه تلاقيه من بره مديك شكل ال5 سم، لكن هو من جوه بيبقى 17 مللي بس. وده طبعا عشان يقدم لك المكتب بسعر رخيص بنفس شكل ال5 سم، لكن مش بنفس متانة ال5 سم. وعشان تعرف تحدد مقاس مكتبك، في مهندس متخصص من أركان هيجي لحد عندك عشان يرفع المقاسات، وده عشان يرشح لك المقاسات المناسبة لمكتبك. أما بالنسبة للألوان فدي بتكون يا اما على حسب رغبتك يا اما على حسب الوان الديكورات عندك واللي هيتناسق معاها اكتر، وتقدر تنفذ مكتب المدير باكتر من 50 لون. وطبعا في القرصه بتاعت المكتب بيكون فيها فتحه اسلاك، ودي بتكون مصنوعه من الالومنيوم، والغرض منها هنا ان احنا نعدي منها الاسلاك من تحت المكتب من غير ما الاسلاك تكون باينه فوق المكتب. اما بالنسبه لصيد المكتب فصيد المكتب بيكون مكون من جزئين، وحدة الأدراج والضلفة. وحدة الإدراج عندنا في أركان بتكون بسنتر لوك أو قفل مركزي، يعني بيقفل الثلاث إدراج مع بعض، مش درج واحد ولا درجين، يعني الثلاثة بيقفلوا مع بعض. وجزء مهم جدا في الأدراج هي قاعدة الدرج أو الأرضية بتاعت الدرج. احنا في أركان بنصنعها من ألواح 6 مللي، ودي بتستحمل معاك أوزان تقيلة، لأن للأسف في بعض الناس برضو بيعملوا قاعدة الدرج دي من الأبلكاش، ولو حطيت فيها حاجة تقيلة ممكن الدرج يتكسر، وبرضو ده عشان يقدم لك المنتج بسعر رخيص. تاني حاجة في السايد بتكون الضلفة، والضلفة دي بتكون مصنوعة من ألواح 17 مللي، سواء الضلفة نفسها أو الرف اللي جوه الضلفة، ودي بتعتبر مساحة تخزين إضافية ممتازة. نيجي بقى لأهم حاجة في الموضوع وهي الفينش. الفينش في أركان بنهتم بيه بدرجة كبيرة جدا، وده لأننا عندنا في مصنعنا فنيين استورجي ومشرفين جودة على أعلى مستوى، فمستحيل إنك تلاقي أي غلطة في الفينش نهائي. وتعالوا دلوقتي نشوف مع بعض فيديوهات لبعض المشاريع أو الشركات اللي اتفرشت من أركان. وتقدر برضو تشوف فيديوهات آراء عملائنا على صفحتنا على الفيسبوك. الضمان عندنا في أركان بيكون لمدة 2 سنين، وبيكون على كل مكونات المكتب، يعني هتفرش وانت مطمن. ابعت لنا رسالة على صفحتنا على الفيسبوك بتفاصيل شركتك سواء المساحة أو عدد الغرف المطلوب فرشها، وهنبعت لك حد من مهندسين أركان عشان يرفع المقاسات ويرشح لك المنتجات المناسبة. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير لو بتشوفنا على الفيسبوك، وتعمل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، واستنونا في ريفيوهات المكاتب اللي جايه.